يا نجوم، عاملين ايه؟ وحشني والله. الفيديو ده على قد ما هو تقيل على قلبي، على قد ما هو كان لازم يتعمل. ده اكتر فيديو خد وقت في تصويره، في مونتاجه، في كل حاجه. هتلاقي اصلا في اختلاف في الفيديو، ان في المقدمه في اللي هتلاقيني لبست شويه وهتلاقيني غيرت اصلا، لان ده متصوره في يوم ودي متصوره في يوم، يعني الفرق بينهم بتاع شهر. فالفيديو ده ارهقنا بطريقه، يعني الفيديو ده اتمنتج بتاع 3 مرات وكل مره يطلع فيه عيب في الصوت. فعشان نطلعه باعلى كواليتي ممكنه عدناه ولا 30 مره. فانت تقدر المجهود ده وتنزل ايه؟ انت عارف هتنزل تعمل ايه. لايكك الجميل، اشتراكك، تفعيل زر الجرس، كومنتك الرايق، يعني بيزكس استندرات. اكنك بتقول لي صباح الخير كده، وانا اجي اقول لك بقى ايه؟ صباح النور. وندخل في قصتنا. قصتنا النهارده حرفيا هي فوق قدرات استيعاب العقل البشري، وعايزك تركز في كل حرف هيتقال، لانك لو فوتت كلمه انت هتسقط القصه كلها. فركز وفتح مخك عشان تفهم وتوصل. النفس هي اكبر عدو للانسان. اصعب حاجه انك تكون مسالم مع كل البشر، بس معادي نفسك. وده مع الوقت بيخلي كل الناس تعديك مع ظنك انك مسالم. زمان كان الطب بيحلل الانسان على 4 حاجات، وكانت بتسمى الاخلاط الاربعه، اللي هي الدم والبلغم والسوداء والصفراء. وكان اي خلل في الاخلاط دي بيؤدي المرض، حتى لو في حاله عدم وجود عرض. بس كل ما اختلفت نسبه الخلل بتختلف نسبه المرض. وده كان مضمون العلاج زمان، كانش فيه غيره. اما حديثا فالطب الحديث بيصنف الانسان من مجموعه من الارقام والمقاييس القياسيه، ولو حصل اي اختلاف في الارقام والمقاييس دي بيؤدي لنفس الشيء، لمرض، حتى لو برضو ما عندكش عرض. بس هو الاختلال للمقاييس القياسيه هي اللي بتشكك في وجود مرض او خلل. فالانسان على مر العصور كلها هو كان مجرد مجموعه من الارقام والمقاييس والمواد. بس في حاله وجود الطفرات فما نقدرش ندعي المثاليه للطب، لان في اجساد فيها طفرات، وكل ما الطفرات دي بقت موجوده كل ما الارقام والثوابت مش هتنطبق عليها. فهنا ما نقدرش ندعي المثاليه للطب. اما بالنسبه للطب النفسي فهو كان متجه في نفس الاتجاه. هو مقسم مخ الانسان لمجموعه من الهرمونات ومن المواد. لو حصل اي اختلال في الهرمونات دي فده هيؤدي لمرض، سواء نفسي او جسماني بعائد نفسي. وده بالنسبه للطب وهو الاصح. اما بالنسبه لعالم السحر والشعوذه فانت عندك حاجه اسمها جداول الحظ او الارقام الثابته. وكان بيطلق ان الجدول ده لو اتكتب على ورقه واتحفظت فده بيديك زي نوع من انواع الخلود او الطاقه. وارقام الحظ او جداول الحظ دي هي مكونه من 4 في 4. الاربعه الاساسيات المكونه للحياه، والاربع اساسيات المكونه للجسم البشري. الاربع اساسيات المكونه للجسم البشري احنا عرفناهم، اللي هي الاخلاط الاربعه، اللي هي الدم والبلغم والسوداء والصفراء. اما الاربع اساسيات للحياه وهو النار والميه والتراب والهواء. ودي كانت معادله الكمال في علوم الشرق الادنى القديم. ولما جه الاسلام حط اسس للطب النفسي، وهو بالتوكل والصبر والتفويض والحمد والشكر بعد الاجتهاد وبذل الوسع، زي ما اتذكر في الآيات دي. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وده هو الطب النفسي الإلهي اللي عجز الطب النفسي المادي إنه يلتحق بيه، وما زال هو الباب الوحيد للسكينة والاطمئنان في الوقت اللي بتتسد فيه جميع الابواب. وعلى مر الزمان كان هو ده الانسان وهي دي الحياه، لحد ما جه الانسان الحديث وقرر انه يستكشف الطفرات على قد ما يقدر لاستغلالها للمصلحه الخاصه. وبدات من هنا التجارب على البشر في الحقب الحديثه والمتوسطه. ومش قصدي بمعنى كلمه التجارب هي التشريح او التزاوج من كائنات مختلفه لبعضها والكلام اللي بتسمعوا عنه ده. مش ده اللي انا جاي اكلمك فيه خالص، مع تقديري انا اللي اخترته.
اللي جاي اكلمك فيه النهارده هو التلاعب بالعقل البشري وبالصحة النفسية وبالقدرات العقلية. لعبة إبليس من ملايين السنين. ومن حال التلاعب النفسي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي انتشرت هي الرغبة في التميز والقوة. مش هننكر ان الانسان بطبعه كائن شهواني وبيجري ورا غرايزه، بس ربنا ميزنا بالعقل. لكن لما تلغي عقلك وتمشي ورا غرايزك وتتبع شيطانك في رغبة منك للتميز الوهمي، هنا بتبقى دي المشكلة بقى. يعني انا مثلا ممكن اديك حجر واقول لك اشتري الحجر ده، هتشتريه؟ هتضحك عليا ومش بعيد تحدفني بيه اصلا. لكن نفس الحجر ده لو جبته عملت له مثلا لفه كده حلوه وكتبت له قصه، اقنعتك ان الحجر ده حجر مميز وانه هيديك قوه تبقى مناسبه مع غرايزك، وانه هيديك طاقه روحانيه وهيفعل لك روحانياتك وانت اصلا راجل روحاني، يعني فاهم، واديك قدرات وهميه ملهاش اي اساس من الصحه. وعشان تقدر تاخد القوه والتميز ده لازم تامن بيا وتضحي. ومش بعيد اقول لك تجيب عجل وتذبحه عكس القبله او تسجد لي، ووقتها هيبقى مرضي عنك وانت كسبت التميز والقوه. وفي الواقع انك كده كفرت بالله، بس انت ولا كسبت تميز ولا كسبت قوه. وبكده نقدر نقول 1-0 لابليس. ونفتكر كلمته لربنا لما كان بيقول له وعزتك وجلالك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الصالحين. بس خلاص بقى ساعتها بيكون فات الاوان اصلا. انت خلاص بليت نفسك وبقيت عبد لشيء ملعون، وهتنساه ورا انك تتقرب منه عشان توصل لمرحلة التميز والقوة اللي انت مش شايفها بس انت عارف انك هتوصل لها، يعني فاهم، هي امل وهمي. وتنسى ربك وتنسى دينك وتنسى كل حاجة. ولو فرضا فقت بدري ويأست من الجري ورا الشيطان وجيت ترجع، هتبقى بإيمان شبه معدوم او مش موجود اصلا. فلما تيجي تجرب ترجع تلاقي اللي بيتلعب على دماغك وبيتقالك انت مبسوط في حياتك، فهتقول لا، طبيعي محدش مبسوط في حياته، الدنيا اختبار، وطبيعي الاختبار يبقى صعب. هي دي هاشتاج بديهيات، هو ده اللي اتخلقنا عشان. فهيتقالك انت مرتاح في حياتك، هتقول لا، هتقول بس يبقى الاله اللي خلقك اله شر مش اله خير، استغفر الله العظيم يعني. لكن في نفس الوقت كل اللي انت عايز تعمله هو مباح في دين تاني، زي مثلا عبادة الشيطان اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. فالتقرب من الشيطان بيتم عكس اللي الدين بيأمرك بيه. يعني الدين محرم الزنا، فانت لو زنيت انت كده كسبت، فانت كده بتاخد حسنات عنده. وكل لما تغلط اكتر كل لما تكتسب اكتر وتبقى قريب منهم اكتر وتبقى مميز عندهم اكتر، وتنسى ان الحياة اصلا صعبة واتخلقت صعبة عشان يبقى اختبار. ما انا مش هاجي في الامتحان اقول لك اسمك ايه، ما انت عارف اسمك. لا، انا هاجي في الامتحان اقول لك انت خدت ايه، انا قلت لك تعمل ايه وانت ما عملتوش، فقابل بقى. مفيش حاجه بتخرج عن اراده ربنا. انسى ان حاجه تخرج عن اراده ربنا. ميز، شغل مخك، وده اللي هينجيك. طبيعي ان الدنيا تبقى صعبه، طبيعي ان الاختبار يبقى صعب وناس تنجح وناس تسقط. خليك انت مع اللي نجحوا، وميز وشغل مخك تاني عشان ينجيك زي ما نجاني. لو الكلام بقى اللي انا قلته ده لفت انتباهك بنسبة 1%، فانا عايز اقولك ان اللي جاي يعني لسه السحلة لسه ما بدأتش اصلا. فلو مشروبك خلص زي حالتي كده قوم اعمل لك مشروب تاني، تعال، عشان اللي جاي زي ما بقولك فوق قدرات العقل البشري بجد. حوالي 2 كده بالتحديد في فترة كورونا. في الوقت ده كان المدرسين كلها بيدي دروس في الدرة، اللي هو سنتر قديم محذوف كده، يعني ايه، في شقته في يعني في بيت مأجر الدروس، بس الكلام ده اي حاجه بعيد عن عينون الشرطه، بس لان الموضوع ده كان بقى فيه مشاكل، كان ممنوع اصلا. في الفتره دي انا كنت شغال اسيستنت مع مدرس رياضه مشهور. كنت شغال انا و3 كمان، انا وواحد صاحبي اللي جاب لي الشغل اصلا، وواحد تالت ده كان غريب شويه، هو ما كانش بيتكلم اصلا، ما تعرفش بقى هو متوحد ولا هو ما بيحبش يتعامل مع بني ادمين ولا هو قرفان من الدنيا. المهم ان هو ما كانش بيتعامل معانا الا في حدود الشغل قوي، يعني اللي هو ايه، تسليم شهاده، المذكرات هنسلمها له، الكلام ده يعني.
لكن في حدود الهزار كنت انا وصاحبي بنقعد نهزر مثلا في الحصه احنا قاعدين ورا يعني. هو مفيش مش بيتجاوب معانا خالص، ما بنفهموش، فكنا ايه بنتجنبه شويه، مع ان الواد ده كان اقرب واحد للمدرس. وكان دايما في مجموعه بتيجي بعد الساعه 12 كده بيتنوهم قاعدين بقى بعد الفجر بشويه. كنت انا وصاحبي ممنوعين ان احنا نحضر معاه المجموعه دي، كانش يحضر معايا غير الواد اللي انا بقول لك الواد الغريب ده. فاحنا كنا بنخلص شغل وبنمشي اللي هو ايه عشان بنيجي بدري تاني يوم نحضر برضو نخلص التحضيرات والكلام ده ولو في حاجه بتتعمل بنعملها. يعني انا ما كنتش بختلط بالمجموعه دي اصلا، يعني ما شفتهمش الا مره او مرتين، وتحس ان اشكالهم غريبه اصلا، تحسهم مش طلبه. في منهم اللي تحس شكله صغير لكن هو مش سنه صغير، هو شكله صغير، في فرق. وفي تحس ان هم كبير، هو كبير فعلا يعني فاهم. كان بيبقى معاهم اطفال ساعات فاهم، فما تفهمش هم دول ايه. بس ما كانش جاي معاه جو الطلبه ده خالص، ما كانش معاه جو، ما كانش جاي معاه ان جو دول مجموعه اصلا. انا استغربت اشكالهم يعني فطنشت، فبقول لصاحبي انت مش مستغرب الوضع؟ دول مين وبيجوا هنا يعملوا ايه بالليل كده وبتاع؟ صاحبي قال لي هتلاقيهم يا عم محو اميه ولا حاجه، ومدرس ايه بيعلمهم حاجات بسيطه وكده يعني. ما تشغلش بالك، انت هتشغل بالك ليه يا عم؟ من راقب الناس ما تهم. بعد ما نزلنا وقفنا تحت شويه وقعدت اتكلم انا وصاحبي شويه قدام السنتر، قال لي ثواني هجيب حاجه من هنا بس واجي. راح جاب الحاجه جه عشان نمشي. فواحنا ماشيين انا سمعت صوت ضحكه، يعني ضحكه سافله قوي يعني. فانا كان اقصى تفكيري ايه؟ دول بنات شمال، والرجاله اللي جايين دول صحاب المدرس وبتاع، وجايين ايه يسهروا بالليل، والواد ده قطع عليهم، اللي هو التالت الغريب ده قطع عليهم، فبقوا ياخدوه معاهم. ده كان اقصى تفكيري. ولسه ما لحقناش نمشي وصوت الضحك ده اتبدل بصوت صراخ عالي قوي. فانا اتخضيت، اللي هو انا رجعت تاني بقول لصاحبي في انت سمعت اللي انا سمعته؟ بيقول لي اه يا عم عادي، هتلاقيه ضرب واحد ولا حاجه عادي يعني، انت عارف ان المدرس غشيم شويه، هتلاقيه حد غلط ولا حاجه فضربه. بقول له ضربه مين يا ابني؟ دول اكبر منه. انت تعبان، هيضرب ازاي يعني؟ تعالى يا عم نطلع نشوف ايه. قال لي يا عم ما تشغلش بالك ويلا بينا. بس انا كان الشك بتاعي كان في حته تانية، يعني انا كان لحد الضحك انا كان شكي في ان هم بنات ايه مش تمام وبيجوا وبتاع. بس بعد الصراخ ده انا الشك بتاعي بقى في حاجه مريبه بتحصل. انا حاسس ان انا اتاكدت ان في حاجه اغرب من تفكيري بتحصل. انا قلت لصاحبي لو مش عايز تطلع خليك هنا، انا هطلع بص اشوف في ايه واجي تاني. طلعت على السلم بالراحه، انا بتسحب بالراحه، كان في ايدي التليفون قايت الكشاف عشان نور السلم ما كانش راضي ايد، كأن حد منزل سكينه الكهرباء. طلعت على السلم بالراحه واحده واحده كده لحد ما وصلت قدام البيت. انا كل اللي شايفه هو نور زي اضاءه حمراء كده جايه من تحت الباب، ما تفهمش هي مصدرها ايه. في العادي ما فيش نور احمر جوه في الاوضه اصلا، بس في اضاءه حمراء طالعه من تحت الباب، وصوت طبل وصوت مزامير وصوت خبط، كأن في فرح جوه، صوت ناس بتصرخ وصوت ناس بتضحك. انا سامع حاجات كتير داخله بعضها بس صوت بعيد. انا عايز ان انا يعني سامع طشاش بس، اللي هو عارف انت الصوت اللي انت سامعه بس انت مش مدرك انت سامعه ولا بيتهيأ لك. هو كان حاجه في الرينج ده، هو صوت واطي لدرجه ان انت حاسس ان الصوت ده جوه دماغك. خبطت على الباب مره ومرتين لقيت الصوت هدي خالص ولا كأن كان فيه اي صوت اصلا. سمعت صوت خطوات على السلم جايه من فوق سكن عادي. انا استغربت، لقيت مين اللي نازل؟ الواد الغريب، الواد الغريب التالت اللي كان معانا ده نزل على السلم وبص لي. اول ما شافني اصلا تحس انه اتخض او اتخطف، وشه اصفر كده، في حاجه غلط. بيقول لي انت واقف هنا بتعمل ايه؟ اول ما زعق كده وقال واقف هنا بتعمل ايه، انا لقيت الصوت قلب، بدل ما كان فيه همس خفيف او صوت السويت او صوت الضحك ده، لقيت الصوت قلب لهدوء، هدوء حرفيا مرعب. بس برضه ولا في حد فتح الباب ولا النور الاحمر راح. بيقول لي بتعمل ايه هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ فبقول له مفيش، انا سمعت صوت صراخ وحد بيصوت وبتاع فطلعت اشوف في ايه، فكرت في حاجه ولا حاجه. قال لي لا ده المستر ما كانوش بيصرخوا ولا حاجه، ده كان بهزار يا عم وبتاع، ده كان عيد ميلاد حد يعني من المجموعه والمستر كان بيهنيه بس ما فيش اي حاجه. الكلام ما كانش جاي على هوايا خالص. فانا قلت له يعني مفيش حاجه كله تمام. قال لي لا كله تمام، ما تشغلش بالك بس انت ايه روح ونام وكل حاجه تمام. فانا اللي هو انا دماغي سوحتني، طب في ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ طب هو في حاجه مستخبيه بس انا لازم اعرف. وهنا بقى يا معلم الفضول اشتغل، والفضول اشتغل اوسخ من الاول 100 مره. يعني انا كان فضولي الاول في البنات دي بتطلع تعمل ايه مع الشباب دي وبتاع، والدنيا المجموعه دي بتيجي دلوقتي تعمل ايه وبتاع. بس دلوقتي بقى شكي اللي هو في حاجه غلط بقى بتحصل وانا لازم اعرفها.
وانا نازل على السلم انا قاعد بفكر انا مش جاي معايا حاجه من اللي هو قالها. الاصوات اللي كانت بتصوت ده ولا صوت حد بيتضرب ولا صوت حد بيضحك ولا صوت حد، هو اصوات غريبه مايله للضحك بس هي مش ضحك. نزلت، واول ما نزلت لقيت صاحبي واقف قدام البوابه. هو اول ما شاف شكلي وانا نازل اصلا هو اتخض، انا كنت نازل شكلي مخطوف او مستغرب، في حاجه غلط. انا احساسي بان في حاجه غلط كان باين على وشي قوي يعني. فهو لما شافني اتخض قال لي في ايه يا ابني مالك؟ بقول له مفيش، وحكيت له على اللي حصل. بيقول لي انت مش واخد بالك انك مكبر الدنيا شويه؟ انت ما تشغلش بالك يا عم، انت شاغل بالك ليه يعني؟ بس احساسي ان كان في حاجه غلط كان مسيطر عليا قوي، خصوصا بعد الهاله اللي انا شايفها فوق. انا شايف فيها هاله غلط، في هاله قويه طالعه من جوه، هاله غريبه. فانا لما قال لي كده انا ما جدلتوش اصلا، فقلت له تمام انا محتاج اروح اريح شويه، بس تعالى نروح. طلعت البيت ودخلت اوضتي وانا قاعد انا دماغي سحلاني، في حاجه غلط. اللي انا شفته ده مش طبيعي، استحاله يكون طبيعي. النور الاحمر اللي كان جاي من تحت الباب، صوت الطبل، صوت المزامير، صوت الضحك على صوت الصوات على صوت الصريخ. ما هو مفيش ناس هتصرخ في عيد ميلاد برضه، ولا ناس هتصرخ بالطريقه دي لو بتضرب فهم في السن ده. في حاجه غلط. والطفل اللي كان معاهم ده كان طفل مين؟ ابن حد فيهم ولا ده مين؟ كان في ألف سؤال وسؤال في دماغي، وكمان السؤال الأكبر كانت إيه الهالة اللي أنا كنت شايفها وكنت حاسس بيها فوق دي؟ كانت كل حاجة غلط، كل حاجة كانت داخلة في بعضها وكل حاجة ملهاش تفسير. قعدت أفكر ودماغي تسحل في حوارات وسيناريوهات لو كنت حكيتها كنا يعني فاهم يبقى عندنا محتوى من هنا لحد 3-4 سنين جايين لو قعدت أحكي السيناريوهات اللي جت في دماغي دي. بس قعدت مع نفسي أقول يعني أنت مش واخد بالك إنك مكبر الموضوع شوية؟ اكيد يعني الدنيا مش كده، اكيد يعني اللي في دماغك مش صح. فكبرت دماغي وقلت اكيد اللي في دماغي مش صح وانا اللي مكبر الموضوع شويه. وانا رايح الشغل تاني يوم صاحبي عدى عليا وخدنا بعضينا ورحنا الشغل. بس وانا رايح الشغل انا كان باين على وشي ان انا مترب او مخطوف، في حاجه غلط. كان باين عليا ان انا تايه او افكر كتير. حتى الواد الغريب ده كان باصص لي كده وركز معايا قوي، كل شويه باصص لي باستغراب، اصلا باصص لي بصه غريبه. فانا طنشته يعني اللي هو يا عم انا مطنشينك من زمان يعني هتيجي دلوقتي بشغل بالي بيك. فعادي كبرت دماغي وقلت ايه ركز في الشغل وخلاص. قعدنا الطلبه جت خدت اسمائهم وسجلتها ودخلوا وبتاع انا قاعد. بعد ما الطلبه دخلت والدنيا هديت طلعت انا وصاحبي والواد الغريب ده قعدنا بره شويه عشان الوش بتاع المدرس والعيال والكلام ده. طلعنا وقفنا بره شويه ايه نريح شويه ندخل تاني. فاحنا واقفين بره لقيته جاي لي بيديني نوته. النوته دي بتاعتي، النوته دي وقعت مني امبارح وانا نازل على السلم لان هي كانت معايا. والنوته دي يعني كان خطر على اي حد انه يشوفها اصلا، يعني اي حد هيشوفها يقول عليا مجنون او ملبوس. النوته دي كنت بكتب فيها حاجات من اللي انا كنت بحكيها لكم، كنت بكتب فيها معلومات انا عرفتها في العالم ده من حياتي. كاتب فيها حاجات يعني ما ينفعش يتقري، يعني اللي هيقراها هيقول عليا يا ساحر يا مجنون يا شيطان، يا معلومات يعني ما ينفعش حد يشوفها. فالواد كان باصص لي، فلما شفت النوتة في ايده وانا عرفت كان باصص لي كده ليه، فده كان خايف مني اصلا. فلقيته جه وبيديني النوتة بيقول لي النوتة دي بتاعتك، الحاجة اللي كاتبها دي انت اللي كاتب الحاجة اللي جواها؟ فبقول له انت مين اذنك تفتحها اصلا؟ بيقول لي مفيش كنت عايز اعرف هي بتاعت مين. بقول له اسمي مكتوب على ظهرها، انت فتحتها ليه؟ فبيقول لي لا عادي انا كنت بتاكد بس وبتاع، وكده كده هي كانت معايا يعني وما تقلقش انا ما قريتش فيها كلها. المهم بس الحاجه اللي جواها دي انت اللي كاتبها؟ اه ليه؟ فده بيقول لي مفيش، هو انت بتشوفهم؟ فبقول له هما مين؟ قال لي اللي انت كاتب عنهم دول، انت شفتهم او عرفتهم؟ اتعاملت معاهم يعني؟ بقول له انت مالك، حاجه ما تخصكش. وبعدين اكيد لا ما تشغلش بالك، لا ما شفتهمش. ده حاجات كده من فيديوهات بقعد اسمعها كده لواحد مجنون شويه على اليوتيوب اسمه فرعون، فالحاجات دي انا كاتبها من فيديوهاته. فقال لي اه تمام، يبقى بعت لي لينك القناه بتاعته. فقلت له تمام يعني هتلاقي تحت في الديسكريبشن، انزل اعمل لايك شير كومنت مسي علينا كده فاهم، احنا هنمسي عليك. النار فصل، حتى النار ما عجبهاش الكلام. المهم نتشت منه النوتة وقلت له مالكش دعوه وما تشغلش بالك وسبته ومشيت. بس هنا بقى انا اتاكدت ان في حاجه غلط، اتاكدت ان نص شكوكي صح. واللي زود تاكيدي ان المجموعه دي ما كانتش بتيجي كل يوم، بتيجي كل فترات متفاوته كده، يعني حتى مش فترات منتظمه. لما كنت موجود جوه الاوضه
كان في هالة غريبة، هالة مش طبيعية في المكان، فكان ده مقلقني شوية ومحسسني ان في حاجة غلط بتحصل وبيأكد شكوكي. بس بيني وبين نفسي اللي هو يا عم انت مكبر الدنيا، انا مش عايز اسحل نفسي في حاجة. لما دماغي بدأت تسوحني او لما الفضول بدأ يشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، فانا قمت مكلم صاحبي ده وقمت واخده على جنب، قلت له تعالى معايا بس كده ثانية. خدته على جنب فهمته ان انا شايك في حاجات كتير وان انا مقلق وحاسس ان في حاجه غلط بتحصل ولازم نعرف ايه الحاجه دي. وقال لي يا ابني انت شاغل بالك بحاجات غريبه وبتاع، بس عامه شوف انت دماغك مودياك لفين وانا معاك يعني عادي. بعد ما اليوم خلص والدنيا كلها هديت والطلبه كلهم مشيوا وخلصنا الورق وخلصنا العينه كلها، كانت الساعه تقريبا 2:30 ل 3. واحنا نازلين عملنا كاننا نازلين من الباب ومستخبيين ورا لوحين خشب كده كانوا محطوطين. عارف البوردات القديمه اللي بتبقى بتاعت السبوره؟ هو كان في مدرج كبير كده، زي الاوضه كان شكلها كالتالي: نص دايره كده، تمام، هي القاعه عامله شبه كانها نص دايره كلها بقى مدرجات كده شبه مدرجات الجامعه، وفي الوش في زي مسرح كده درجتين كده، وفوق في زي ستاند كده بيقف عليه مدرس بيقف عليه، والبورد وراه وبيقعد يشرح عليها. فالبوردات دي كان حجمها كبير قوي، فكان القديم منها كنا بنركنه جنب الباب بره. فاحنا استخبينا ورا البوردات دي، يعني البورد ممكن يعملوا بتاع 5 متر، فكان في بوردات كتير محطوطه كده على الحيطه، فاحنا استخبينا ورا البوردات دي وقعدنا مستنيين ساعه 2. لقيت الباب بيخبط والواد الغريب ده طالع بيفتح، ولقيت الناس داخله اللي هي مين؟ المجموعه. بدأوا ان هم يدخلوا واحده ورا التانيه، كانوا بنتين ومعاهم طفل صغير كده و3 رجاله. دخلوا جوه وقفل الباب الواد دخل وراهم ودخلوا جوه خالص. وكان الصاله عباره عن صاله بره فيها المكتب بتاع الاستقبال اللي بناخد منه ارقام الطلبه والحجوزات والبوردات اللي احنا مستخبيين وراها، وفي الجنب كده كان في زي اوضه صغيره كده فيها حديد مكسر ودنيا وممر في وش الباب تدخل منه شويه تلاقي القاعه بقى اللي هي اللي انا شرحت لكم شكلها. قبل المدرجات كده في زي دولاب كده، الدولاب ده كان طالع قدام شويه وكان جاي بنص دايره كده. وقفنا ورا الدولاب ووقفنا نراقب، لقينا خدوا بعضهم بعد ما قعدوا مع بعض هزروا شويه، خدوا بعضهم 3 رجاله ومعاهم المدرس طلعوا بره ودخلوا الاوضه اللي فيها الخردوات. جابوا شويه حديد كده مكسر، شويه حديد كده شكله غريب، شويه صاج، الواح صاج كده متنيه ومتطبقه، جابوها وحطوها وبداوا ان هم يربطوا فيها وبتاع لحد ما في الاخر عملت شكل طور كده كبير، طور حجمه كبير وصدره مفتوح من هنا لحد هنا كانها باب. جابوا الطور ده حطوه، دخلوا جابوا شويه خشب من جوه حطوهم وبداوا ان هم يرسموا حاجات على الارض. انا كنت خايف، انا كنت مستغرب هو ايه اللي بيحصل ده. بداوا ان هم يرسموا دايره على الارض، جوه الدايره دي في نجمه، وجوه النجمه في كل دايره من كل طرف من اطراف النجمه ال5 فيها دايره تانية، وكل دايره من دي فيها رمز. انا فاهم الرموز اللي مرسوم وفاهم الشكل، بس انا ما كنتش مستوعب الناس دي بتعمل كده ازاي والحاجات دي وصلت هنا امتى، المعتقد ده ما كانش موجود عندنا. ويتهيألي انت كمان فهمت هم بيعملوا ايه. جابوا الطور وشكلوه وحطوه، وجابوا الخشب حطوه جواه وولعوا فيه، وبدأوا ان هم يقلعوا قدام بعض عادي جدا، يقلعوا كل واحد يلبس عباية كده لونها اسود، وفي منهم واحد بس كان لابس عباية لونها احمر اللي هو مين؟ المدرس. حرفيا واحد منهم قام قايم طالع بره عند الطرقة دي، هو حرفيا كان في باب مستخبي جوه الجدار، شد باب كده جرار من جوه الجدار، الباب ده كان متبطن سفنج من جوه ومن بره، اللي فهمته عشان اعزل الصوت طبعا. وبداوا ان هم يجيبوا زي الواح سفنج كده من ورا، من ورا خالص بقى، من ورا المدرجات دي، يجيبوا الواح سفنج ويحطوها على الشبابيك وعلى الملاك، اي مدخل ممكن يطلع صوت بيسدوه بسفنج، كل المخارج اللي ممكن تطلع صوت حرفيا. بعد كده اتجمعوا وبداوا ان هم في 2 بداوا يجيبوا طبول وحاجات، بداوا ان هم 2 يدقوا على الطبول وواحد ماسك مزمار وقاعد بيلعب عليه. فبين دوشه الطبول والمزامير المدرس كان واقف قدام الطور والبنتين واقفين ورا، والولد اللي هو الولد الغريب ده كان ماسك الطفل ورايح بيه لحد المدرس، والمدرس شال الطفل وهيحطه جوه النار. والطفل وهو بيدخل حرفيا كان عمال بيصوت وبيقول يا ماما لواحده من اللي واقفين، يعني حرفيا في واحده من اللي كانوا واقفين دول كانت امه. بس الغريب ان امه دي كانت متبلده حرفيا، هي واقفه ولا متضايقه ولا زعلانه، بالعكس كانت واقفه بتضحك، هي في حاله من تبلد المشاعر حرفيا. بس قبل ما يحط الطفل جوه النار، صاحبي طبعا اللي جنبي لقيته بيصرخ وطلع يجري. في اقل من ثانيه انا بلف وشي عشان اجري وراه، لقيت في 2 واقفين في وشي، وواحد من ورا قام خابطني بحاجه على دماغي، اغمى عليا. فتح عيني لقيت نفسي على كرسي ومربوط، الطور زي ما هو النار والعه جواه وانا واقف جنبه حاسس بصهد طالع من ورايا.
والمدرس واقف قدامي والبنتين واقفين زي ما هما، والطفل متكتف وقاعد على الأرض حرفيا عريان. ولقيت المدرس ده قرب مني، أو بلاش نقول مدرس، يعني الرئيس بتاعهم ده قرب مني. لقيته قرب من ودني وبيقول لي انت عارف فضولك ده هيعمل فيك وفينا ايه؟ انت تسببت في غضبه علينا. لقيته بيرجع وبيقول لي وزي ما خليته يغضب علينا هتصلح غلطك، وهيبقى النهارده في قربانين مش قربان واحد. كان نفسي اقدمك حرق لكن هو ما بيقبلش الا الدم الطاهر، فهنخلص منك بطريقه مختلفه. بصلي وهو بيقول الكلمتين دول كان بيضحك وبيرجع. راح لحد بنت من البنتين خد منهم زي خنجر كده، ورجع وهو مبتسم وبيقرب مني وحط السكينة على رقبتي. وقبل ما يسحب أنا حسيت إن المكان كله بيتهز لدرجة إن الخنجر وقع من إيده. بس قبل ما يبص وراه أنا حسيت زي ما يكون في طاقة أو هوا شديد جه لدرجة إنه طفى النار وخد المدرس ده قام شايله رفعه واتهبت في قلب الجدار اللي ورا. وحل الصمت على المكان، الطبول وقفت والمزامير وقفت، كل حاجة هديت، رجعت كأنها هدوء مرض نفسي حرفيا. عارف الهدوء اللي يوصل للجنون؟ كل حاجة هديت. النور الأحمر اللي كان جاي عن طريق النار، طبعا الدنيا ضلمت، النار اتطفت، المدرس اتهبت في الجدار لدرجة إنه أغمى عليه. كلهم واقفين في حالة من الصمت. بعد كده سمعت صوت ضحكة جاية من بعيد. أنا عارف الضحكة دي، أنا متأكد إن أنا عارف الضحكة دي وعارف الشخص ده. لقيت زي حد بيقرب من بعيد. أول ما شفته، أيوة أنت خمنت صح، نزام. ومع دخول نزام لقيت النور الأحمر بدأ يشعل تاني، والنار مسكت في كل حاجة حرفيا، في الستاير وفي الأرض وفي البنشات اللي ورايا. ومع دخول نزام جوه الدايرة كل اللي واقفين في الدايرة حرفيا نزلوا ركعوا له. ولقيته بيقرب مني وبيضحك وبيقول لي مش هتخلص من فضولك يا انسي. قال لي الكلمة دي ورجع، والابتسامة قلبت تكشيرة العصبية. ولقيته بيبص لي وهو متعصب وبيقول واحد زيك عايزينه يفضل عايش ليه؟ ايه الحكمة من حياتك؟ انت انسان تافه زيك زي بقية البشر. مش هكدب عليك لما اقولك ان كان نفسي تكون دي نهايتك عشان نخلص منك ومن فضولك بقى، بس للأسف في ناس أكبر مني ومنك محتاجينك عايش. وافتكر إن ظهوري كشطان رحمك من اللي بني جنسك كانوا عايزين يعملوه فيك. نطقت وأنا مش قادر أخد نفسي من الدخان وقلت له اللي بيرحم العباد ربنا، اللي رحمني إله أكبر مني ومنك. ضحك ضحكة مزعجة حرفيا، ضحكة لدرجة إن أنا كنت عايز أفك أقطع الحبال اللي أنا مربوط بيها وأحط إيدي على ودني من صوت الضحكة. ورجع لورا وزي ما ظهر من الضلمة اختفى في قلب الضلمة، وما سمعتش غير صوت دق وتكسير في قلب الباب لحد ما الباب حرفيا طار كسر. ولقيت صاحبي داخل ومعاه شرطة ومعاه ناس بدأوا إن هم ياخدوا كل اللي موجودين وياخدوا المدرس وخدوا كل الناس اللي موجودة، والحكومة جت وفكوني وخدوني نزلوني تحت، ركبوني عربية إسعاف وخدوني طلعوا بيا على المستشفى. وأول ما ركبت عربية الإسعاف أنا أغمى عليا. بدأت أفوق لقيت نفسي في مستشفى وفي أوضة نايم على السرير متعلق لي محاليل، ولقيت صاحبي واقف جنبي بيقول لي الحمد لله على السلامة. اتعدلت في نومتي وأنا ببص له وبقول له تسيبني وبتجري؟ بتبيعني يا اسطى؟ لقيته بيضحك وبيقول لي احمد ربنا اني بعتك يا عم، لو ما كنتش بعتك كان زمان انا وانت ميتين دلوقتي. انا بيقول لي بس احكي لي بس ايه اللي حصل بعد ما انا نزلت، ايه اللي حصل بعد ما انا مشيت. سرحت شويه في نظام وفي اللي اتقال لي وفي اللي بيحصل لي وفي اللي حصل وليه دلوقتي وليه قبل كده وليه اللي جاي وليه كل ده، ليه انا؟ ايه الحكمه من حياه واحد زيي؟ ما هو حرفيا هو كان كلامه صح لما كان بيقول الواحد زيي لو اتساب له فضوله دقيقه كان زمانه ميت من زمان. فليه دلوقتي وليه ده كله بيحصل؟ كنتش فاهم حاجه، بس كان الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان مش نظام هو السبب في ان انا لسه عايش، او ان هو اللي لحقني من البني جنسي كانوا عايزين يعملوه. زي ما بيقول اللي لحقني اله ورب اكبر مني واكبر من نظام واكبر من الدنيا دي كلها، هو اللي خلق الدنيا دي كلها اصلا. إرادة ربك كده كده نفسها، إرادة ربك مفيش اختلاف عليها. ربك إنشاء بيفعل. فرعون قتل ملايين الأطفال وسفك دم الآلاف من الأطفال هروبا من نبي الله يوسف، وربك شاء إن نبي الله يوسف يكبر ويتربى في بيته غصب عن إرادة فرعون، غصب عن إرادة أي شيء على وجه الأرض. إرادة ربك نافذة عاجلا أم آجلا. ما تصدقش إن ربك يشاء حاجة ويحصل عكسها، استحالة. سيبك من كل ده بقى، خلينا نرجع لأصل اللعبة، أصل البداية بقى، بداية عبادة الشيطان.
لان الموضوع كبير وليه اصول تاريخيه واصول دينيه واصول علميه، ليه حوارات كتير قوي. زمان حكم الارض اتنين، واحد صالح وواحد كافر. الصالح كان سيدنا سليمان بن داود عليه السلام، الكافر كان النمرود. وقصتنا بقى بتبدأ مع النمرود، اول واحد يعبد الشيطان واول واحد يعمل عقد ويبيع روحه ويسلم نفسه للشيطان. وكانت بداية العقد بقتل ابوه عشان يحكم الارض كاملة. وبعد ما حكم الارض كلها بنى تمثال على هيئة قرص الشمس تمثيلا لصورته وتجسيدا لعبادة الشيطان ولعبادة الكيان الشيطاني. وبعد فترة النمرود كان إبليس عايز عبادته تفضل موجودة على الأرض ما تنتهيش، فبعت واحد من أقوى الشياطين عنده اللي هو الشيطان بعل أو مولخ. وعلى فكرة الشيطان بعل أو مولخ ذكر في القرآن الكريم في سورة الصفات الآية 126 لما اتقال بسم الله الرحمن الرحيم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. بعل ده كان شيطان، كان اسمه مولخ وكان بيلقب ببعل. كان من أقوى مرضة إبليس في الوقت ده، وإبليس كان حابب عبادته تفضل موجودة على الأرض أو عبادة الشيطان بشكل عام تفضل موجودة على الأرض. فبعت وقتها شيطان مولخ أو بعل. مولخ أو بعل ما كانش بيقبل على الدم الطاهر، وكان بيتم التقرب ليه عن طريق تقديم القرابين وتضحية بالأطفال، وما كانش بيقبل دم الأطفال اللي هو الدم الطاهر بشكل عام. كنوع من أنواع التقرب بنية تحقيق شيء معين أو الحصول على شيء أو هدف معين. فكان بيتقدم القربان البشري عن طريق الحرق أو الذبح في مجسم على شكل عجل أو شكل بعل زي ما بيقولوا. فكانت طقوس تقديم القربان كانت بتتم في هالة من الطبول والمزامير، وكان ساعتها بيتجاب المجسم اللي على شكل العجل أو على شكل البعل ويتحط فيها الطفل عن طريق الحرق أو الذبح، ووقتها كان القربان بيتقبل. وكان شرط أساسي من شروط قبول القربان إن أم الطفل تكون موجودة وتكون راضية كامل الرضا عن تقديم ابنها عن طريق الحرق أو الذبح كقربان للشيطان بعل أو مولخ، وقتها بيكون مرضي عنهم. واستمرت عبادة الشيطان بعل أو مولخ فترة طويلة قوي من الزمن لحد ما جه نبي الله إبراهيم. وربك شاء إنه ينهي على إيد نبي الله إبراهيم العبادة دي والمعتقد ده لما أوحى له إنه يذبح ابنه ككناية عن تقديم القرابين والكلام ده. وكرم الله بني الإنسان وفداه بكبش عظيم. وهنا نقف شوية ونفكر هو ليه ربنا اختار الكبش بالذات؟ من زمان وكان الشيطان بيرمز له برمز الكبش أو رمز الماعز. حتى في كنيسة الشيطان كان الرمز بتاعهم اللي هو بافومت اللي هو تمثال للشيطان كان عبارة عن وش ماعز أو كبش وجسم أنثى ورجلين ماعز. فمن زمان وتجسيد شكل الشيطان بيكون في شكل ماعز أو بشكل كبش بشكل عام. فلما ربنا نزل كبش عظيم مكان سيدنا إسماعيل عليه السلام كان احتاطا من قدر الشيطان وعلو لقدر الإنسان تكريما لينا عامة. فهنا ربك كان عايز يبدل العادة اللي هي بتاعت ذبح الأطفال أو حرقهم تقديمهم كأضحية أو كقربان للشيطان، بل بالعكس لا، انت هنا انت ربك رحيم، فانت هتقدم كبش يؤكل ويوزع لحمه كنوع من أنواع الأضحية على الفقراء والمساكين. وهنا كان بيبدل عادة سيئة جدا زي تقديم القرابين البشرية بعادة رحيمة كتقديم الكبش أو تقديم اللحوم الأضحية للمساكين. والقصة دي بتفسر لنا لما سيدنا موسى عليه السلام ترك قومه وسافر وجه السامري لما ذكر في القرآن فكبشنا من قصر النبي وعمل بيها العجل. طب ليه قوم سيدنا موسى عبدوا العجل أصلا؟ ما هو مش من فراغ، معلش هاجي أقول لك إيه التمثال العجل ده إله فأنت تعبده، لا، ما بتجيش كده. لازم يبقى في مرجع تاريخي أو حاجة في مفهوم أو معتقد أو يا عم في فولكلور البشر دي بيبقى فيه نبذة عن الشيء ده، فعشان لما اجي اقول لك اعمله يبقى انت عندك فكرة فساعتها توافقني. مش هاجي اقول لك النهارده اعبد تمثال فتعبده. اما سيدنا موسى سافر وجه السامري كبش كبشه من قصر النبي وسيحها مع الذهب اللي كان مسروق من الحضارات المصرية القديمة وعمل مجسم العجل، كان قوم سيدنا موسى ظنا منهم ان بعل او ملخ رجع للحياة،
فعشان كده رجعوا يعبدوا البعل او يعبدوا العجل، ظنا ان هو ده الاله ملخ او الشيطان ملخ، استغفر الله العظيم يا رب. فلما سيدنا موسى رجع وشافهم طبعا اتضايق ونفى، وحصل القصه بقى اللي احنا كلنا عارفينها. بعد كده الموضوع انتهى على يد سيدنا موسى وعدى الزمن وهو بدأ يرجع تاني. عشان كده انا عامل الفيديو ده توعية، لان حالات العبادة او الشباب اللي فعلا بتلحد او الشباب اللي بترجع كتير، والموضوع بقى مؤذي جدا. يعني انت اللي محتاج الاله، مش الاله اللي محتاجك. يعني ربك عمره ما كان محتاج بشر، هو اللي خلقه، انت اللي بتحتاجه. لو الدين مش موجود فانت هتعيش في غابة، هيبقى زي الحيوانات، مفيش قيود، مفيش شيء. تقرب الشيطان بيكون بعكس الفطرة وعكس الدين. فانت لو عشت في حياة كلها عكس الدين وعكس الأخلاقيات اللي احنا اتولدنا فيها واللي احنا اتربينا عليها، اللي مكرمانا ومميزانا ومخليانا بني آدمين مش حيوانات، فاحنا هنبقى ايه الفرق بيننا وبينهم؟ فالدين رحمة، فتحمد ربك على نعمة الدين وتصلي وتدعي، وربنا يهدينا نحن وإياكم ونمشي على الطريق الصح، ونعرف ان اللي حصل واللي بيحصل ده كله ما هو إلا تلاعب من الشيطان، تقديسا لنفسه، أو هو مش عايز معتقده ينتهي. الشيطان لما نزل على الأرض اختار إن يبقى عرشه على المية، عشان زمان كان ربنا كان عرشه على المية تشبها بالإله. حتى ملوك الشياطين هتلاقي نهاية اسمهم في كلمة إيل في الحضارات القديمة معناها إله. فلما بيتقالك مثلا اسم ملك شيء بعده إيل، فهو تقربا أو تشبها برضو بالإله، تشبها بكونهم آلهة، وده طبعا غلط ومنافي للدين. بس طبعا ربنا يبعدنا عن المعتقدات وعن النية دي، احنا متمسكين بديننا والحمد لله ربنا مقربنا، ورب يقربك أكتر ما أنت قريب. وأتمنى تكون قريب متبعدش. كل حاجة سهلة وكل حاجة تحت إيديك طول ما أنت شايفها سهلة وتحت إيديك. كذلك الدين طول ما أنت شايفه سهل فهو سهل، إن الدين يسر لا عسر. فأنا عملت الفيديو ده والله عشان فكرة الإلحاد، إن الشباب اللي شايفها بتلحد وعبادة الشياطين انتشرت في الوطن العربي وبقت في مصر، وده حقيقة مش حاجة كلام جاي من عندي. فربنا يعفنا نحن وإياكم ويرشدنا ونفضل واعيين للي بيحصل حوالينا. وبس كده يا معلم، ده اللي انا كنت جاي اقوله لك النهارده. وكالعاده عايزك تعرف ان قصصنا فوق قدرات العقل البشري. فعاوزك تنزل دلوقتي بقى لو عجبتك القصه تروق علينا كده، تعمل لايك وشير وتكتب كومنت تقول فيه رايك. الكومنت ده مهم قوي، وانا عامه انا هقرا كل الكومنتات دي وهرد عليها كلها باذن الله. واللي تفكيره هيعجبني هنزله. وانا عارف ان العقول اللي بتتابعني كلها عقول محترمه جدا يعني، وعقليات تحترم. فانا عايز اشوف العقليات دي بقى، عايز اشوف افكاركم في قلب الكومنتات، وايه رايكم في اللي اتقال، وايه رايكم في اللي انا قلته. وبس تعمل شير للفيديو ده لاصحابك اللي عايزهم يفهموا او اللي عايزهم ياخدوا الفكره دي معاك. وبس كده يا نجم، اشوفك في فيديوهات جايه كتير وقصص جايه كتير هتبقى محتواها فوق استيعاب العقل البشري كالعاده.